شيء طبيعي جدا. اساس اي نادي في الدنيا هو قطاع الناشئين بتاعه، هو الذخيره اللي بتمدنا الفريق. لو ما اهتمناش بقطاع الناشئين هنمد في الاول. لازم نرجع المريخ لسابق عصره. هو كان مدرسه الناشئين في بورسعيد اللي كنا بنمد، مش المريخ، كنا بنمد انديه بورسعيد وانديه مصر باللعيبه. فشيء طبيعي نهتم بالناشئين لان هي الاساس الرئيسي لبناء النادي وتأهيل بورسعيد للصعود يعني الاكيد. الجديد او اللي بنشوفه السنه دي في قطاع الناشئين مغاير تماما عن السنوات الماضيه. مغاير تماما جدا. احنا اولا بدانا بعون الله والتوفيق من ربنا ان احنا قدرنا ان احنا نتفق مع يعني عمود من اعمده بورسعيد، شيخ مدربين علامه من علامات تدريب بورسعيد الكابتن جلال، وبنشكره حقيقي ان هو وافق انه يمسك القطاع. ده شرف لينا بصراحه ان الكابتن جلال يجي يشتغل معانا ويمدنا طبعا ناهيك عن المجهود اللي عمله بقى في اختياره لخيره مدربين. ده دي البدايه ان شاء الله، واللي هتشوفه احسن بكتير 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 جدا ان شاء الله.